السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات ميسون. وصفة اليوم ان شاء الله رايحة تكون تحلية بذوق الكراميل والبنان، تجي كريمية وبنينة، من افضل التحليات اللي ممكن تحضروها للشهر الفضيل. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. بسم الله. بالنسبة للمكونات عندي نص لتر حليب، نص كيس سكر عادي ما يعادل 100 جرام، زوج مغارف كبار شاي يكونوا بومبي، زوج صفار البيض، مغرفة صغيرة معمرة مليح مارغرين ولا 30 جرام، مغرفة صغيرة فاني ولا تقدري تعوضيها بعطر الكراميل، 100 جرام كاوكاو محمص، زوج علب فلون كراميل هذه النوعية، وتقريبا 130 جرام بسكوي، ديري اي نوع تفضليه، وزوج حبات بنان. في طاوة تكون ثقيلة ندير الحليب ونضيف السكر، الفاني، النشا، وصفار البيض. نخلط كامل المكونات مع بعض حتى يذوب نشا تماما. من بعد نحط الخليط على النار، وكي يوجد نضيف له باقي المكونات. هنا كي نحط الخليط فوق النار نبقى نحرك فيه حتى يثقل ويبدا يدير في الفقاعات. نحيه من النار ونضيف له مباشرة الفلو كراميل والمارغرين. نخلط مليح حتى تذوب الزبدة وتتمازج المكونات. هنا نفتت البسكوي باليد فقط، القطع تكون صغيرة. نرحي الكاوكاو ونخليه خشين شوي، وحبات البنان قطعتهم لدوائر وعصرت عليهم القليل من القارص باه ما يكحلوش. نجيب الكؤوس الخاصة بالتحلية ونبدأ أول طبقة نحط حبات البنان، ومن بعد نزيد طبقة من الكريمة، وفوقها طبقة من البسكوي والكاوكاو. نستف البنان مع الحواشي ونزيد طبقة من الكريمة، ونحاول نعدلها من الفوق بهذه الطريقة. نكمل كامل الكمية ومن بعد نزينهم. وهذو المقادير داروا لي 6 كؤوس بهذا الحجم. وبالنسبة للتزيين عندي كمية من الكريم شانتي رايحة نديرها في الوسط، ومع الحواشي نذري القليل من البسكوي اللي بقالي وشوي كاوكاو. ومن الفوق رايحة ندير القليل من الكراميل هذه تاع العلبة، ولا تقدروا تديروا اي نوع كراميل. وهذه هي التحلية كما راكم تشوفوا، تجي كريمية خفيفة والبنة روعة. نتمنى تجربوها لأنها أكيد رايحة تعجبكم، وإلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله.